قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدونة ثقافتي. حلقة اليوم سوف نتطرق فيها إلى مفهوم وأسس الاقتطاع الضريبي بكل ما تشمل عليه من قواعد ضريبية، سواء في المنظومة المالية التقليدية أو في المنظومة المالية الحديثة. في صدد الذي وردت فيه المحاولات لتعريف هذا المفهوم كانت في ظل الفكر المالي التقليدي والحديث، وذلك كان حسب منطق كل مرحلة. فمثلا في ظل المفهوم المالي التقليدي، أي خلال فترة ما يسمى بالدولة الحارسة أو دولة المذهب الحر، فجوهر هذا المفهوم هو أن هو الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وقد عرف غاسون جيز الضريبة على أساس أنها تعتبر تلك المساهمة النقدية التي تحصل من الأشخاص بصورة إجبارية وبدون مقابل، وذلك قصد تمويل النفقات العمومية. كما يعرف بول ماري جودمان الضريبة كاقتطاع يجبى من طرف السلطة العمومية، هدفه الأساسي هو تغطية الأعباء العمومية وتوزيعها حسب القدرات التكليفية للممولين. وكما يعرفها أحد الفقهاء المؤرخين المغاربة بقوله: الضريبة هو المال المجمع من الرعية وغيرها على قانون الشرع، أو من الرعية فقط على قانون متعارف عند الاحتياج إليه. وكما نجد هناك تعريفات للضريبة بمفهومها الحديث، فقد اعتبرها الاقتصادي الألماني وينر بأن الضريبة كوسيلة لتقسيم وتوزيع الدخل الوطني في اتجاه المساواة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، بينما عرفها جليبر تيكسير بأن مصطلح الضريبة يشمل كل الاقتطاعات الإجبارية التي تحصل لفائدة خزينة الدولة. بمعنى الضريبة هي اقتطاع جبائي بمفهومه الواسع، فهو يتضمن الجانب الجماعي والفردي للضرائب. وهناك من اعتمد في تعريفه للضريبة على الوظائف الجديدة في ظل ما يسمى بالمالية الوظيفية، بمعنى توجيهها بأغراض تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أن الفكر الاشتراكي اعتبر الضريبة كأداة لخدمات الملكية الفردية، ويرى الماركسيون أن كل إصلاح في الميدان الجبائي هو وسيلة لتكريس النظام الرأسمالي، ولهذا يجب تغيير كل هذه المعطيات تغييرا جذريا. أما القواعد التي تتضمنها مفهوم وأسس الاقتطاع الضريبي فهي منقسمة إلى قسمين: قواعد ضريبية في المنظومة المالية التقليدية، وقواعد ضريبية في المنظومة الحديثة. فيما يخص القواعد الضريبية في المنظومة المالية التقليدية، فالفكر المالي الحديث لم يتطور ويبرز إلى الوجود إلا مع ظهور كتاب آدم سميث المعروف بثروة الأمم، الذي نشره في سنة 1776، حيث خصص الكتاب الخامس من هذا المؤلف لدراسة الضرائب بوضعه لقواعد ضريبية يكون قد ساهم في إرساء دعائمها التي يتعين على المشرع المالي مراعاتها عند وضع التشريع الضريبي وأخذها في الاعتبار ليكون النظام الضريبي السليم، وهي قواعد مثل المردودية والحياد، العدالة، الملائمة، اليقين والاقتصاد، وتعتبر بمثابة الأسس التقليدية للضريبية. فيما يخص القاعدة المردودية، فكانت فلسفة النظام المالي التقليدي أن لا تحدث
أي تغيرات في البنيات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع من شأنها التأثير على نشاط القطاع الخاص. فالضرائب كانت هي الإيرادات العادية التي تغذي الخزينة العامة بالموارد اللازمة لتغطية الوظائف التقليدية للدولة، ولم يكن واردا في الفكر المالي الكلاسيكي أن تلجأ الدولة إلى إيرادات غير عادية مثلا كالاقتراض والإصدار النقدي أو اعتماد أسلوب التمويل عن طريق عجز الميزانية. فكان التركيز أساسا على الضريبة كمورد طبيعي وسياسي. لذا وجب أن تكون الضريبة ذات مردودية مرتفعة تؤمن لخزينة الدولة الوفرة المالية وتجنبها مخاطر العناصر السالفة. فمختلف التشريعات سارعت إلى سن عدد من الضرائب والتركيز على أكثرها مردودية والأكيدة كالضرائب على الاستهلاك التي لا تطرح مشكل التهرب. أما فيما يخص القاعدة الثانية وهي قاعدة العدالة أو المساواة، فمفهوم العدالة يختلف حسب الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية لكل بلد، وتكمن فعاليته في فلسفة القانون. فالعدالة أمام الضريبة نتجت عن مبدأ المساواة أمام القانون. فحسب آدم سميث قاعدة العدالة الضريبية تنطوي على ضرورة مساهمة رعية الدولة في النفقات العمومية، وأن يتحمل كل المكلفين نفس السعر. ومعنى ذلك كان يحبذ مبدأ الضريبة النسبية بصرف النظر عن الوضعية الخاصة والشخصية لكل ممول. وكان من نتائج هذه القاعدة تكريس الفوارق الطبقية وتعميقها في المجتمع الرأسمالي، غير أن الفكر المالي الحديث أدى إلى تجاوزها، لأن العدالة تنطوي على توزيع عادل للعبء الضريبي حسب القدرة التكليفية للملزمين، بمعنى إعطاء للضريبة وظيفة إعداد توزيع الثروات بكيفية عادلة، وذلك بواسطة الضريبة التصاعدية. وتبعا لذلك فإن الضريبة لا تفرض سوى على الفئات الغنية والميسورة، في حين تعفى الفئات الفقيرة ومعدومة الدخل منها. وقد طبقت العدالة أو المساواة بأساليب اختلفت حسب الزمان والمكان، إلا أن إكراهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية جعلت قاعدة العدالة تصطدم بالفعالية efficacity لكل نظام جبائي. بمعنى نتساءل عن مدى بساطة النظام الجبائي وحجم مردوديته ما دامت الدولة أمام هذه الإكراهات في بحث متواصل عن موارد جبائية، مما يؤدي إلى اعتماد الفعالية على حساب العدالة. إلا أن النظام الجبائي الجيد يسترعي التوفيق بين العدالة والفعالية عن طريق توزيع عادل للعبء الضريبي. أما القاعدة الثالثة فهي قاعدة اليقين والملائمة، حيث أكد آدم سميث عبر قاعدة اليقين على ضرورة فرض الضريبة على الملزم على سبيل اليقين، أن تكون الضريبة محددة بوضوح ومعروفة عند الملزم. ومعنى الوضوح أن يكون موعد الأداء وطريقته والمبلغ المطلوب دفعه ليس مبهما أو مجهولا أو مضطربا يعارض قاعدة العدالة، ويخل بمبادئ الاستقرار والثبات والوضوح التي تميز القوانين الضريبية. لهذا الغرض يجب أن تكون القوانين الضريبية واضحة وسهلة الفهم. ويقصد بالملائمة أن تكون الضريبة أكثر ملائمة للمكلف من حيث الوقت في جباية الضريبة وطريقة الدفع. وتبعا لذلك فإنه يتعين على المشرع الجبائي أن يراعي نشاط الملزم التجاري مثلا والصناعي والفلاحي، وأن يكون موعد الدفع بعد فترة تحقيق الأرباح، أي بعد انتهاء السنة التجارية أو الموسم الزراعي، أو بعد أن يحصل الموظف أو الأجير على دخله الشهري. وفي كل الحالات يجب أن تكون حصيلة الضرائب ذات مردودية معقولة ومرنة تضمن للدولة تغطية النفقات الأساسية، لأن الضرائب هي القلب النابض لتمويل خزينة الدولة. فقاعدة الملائمة الضريبية لا يجب أن تحدد بمعزل عن الأسس الفنية الواجب مراعاتها واتباعها. لهذا يجب على المشرع أن يتساءل عن الأهداف التي تخدمها الضريبة علاوة على كونها موردا أساسيا من الموارد اللازمة لإشباع حاجات العامة،
وكذا عن تأثيرها في توزيع المواد الاقتصادية، وعن الطريقة الأمثل والأنجع لتحصيل هذه الضريبة. أما فيما يخص القاعدة الاقتصاد باعتبارها قاعدة رابعة في هذه المرحلة، وهي أن جوهر هذه القاعدة حسب آدم سميث يكمن في ضرورة تطبيق الضريبة وجبايتها بأقل مبلغ ممكن، بحيث يكون الفرق بين المبلغ الذي يدفعه المكلف والمبلغ المرصود لخزينة الدولة ضئيلا جدا، أي النسبة بين تكاليف الضريبة ومحصولها يجب أن تكون معقولة، مما يعني حسب قاعدة الاقتصاد انخفاض تكاليف الجبائية إلى الحد الأدنى. فهكذا نجد أن مفهوم الضريبة عرف تغييرا وتوسيعا تماشيا مع الروح الأفكار المواكبة لفلسفة الواقع الجديد للدولة، وأمام قصور الفكر المالي التقليدي في ضبط حقيقة الضريبة الملازم لتطور وظيفة الدولة. وجب توسيعها وإغناؤها على ضوء معطيات الفكر المالي الحديث. الآن وصلنا إلى الضريبة في المنظومة المالية الحديثة. فقد كان للأوضاع الجديدة التي عرفها العالم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى والدمار الذي خلفته ثم الأزمة الاقتصادية سنة 1929 وبعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945، بالإضافة إلى ظهور أفكار جديدة ذات بعد اجتماعي مثل المنظومة الاشتراكية، وزيادة على استقلال عدد من الدول بفضل حركات التحرير، وكذا تأثير كبير في تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إيتا جوندارم إلى الدولة المتدخلة إيتا بروفيسيدونس، إلى تطور مفهوم المالية العامة في الدولة، وبالتالي تطور نظرية النفقات العامة ونظرية الإرادة العامة ونظرية الميزانية العامة. وأصبحت الجباية في الفكر الحديث وسيلة فعالة لتدخل الدولة من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الاتجاه الذي ترسمه الدولة، التي أصبحت تتدخل في جميع المجالات وتهتم بجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ولم يعد دور الجبائية يقتصر على ما هو مالي فقط. وهكذا أصبحت الضريبة أداة للتدخل وعنصرا لتحقيق مساواة أفضل وعملا أساسيا في سياسة الدولة. هذه النقطة تتضمن على ما قلنا حتى هي أنها تتضمن 4 قواعد. أولها الضريبة أداة لتدخل الدولة. إن ضرورة تدخل الدولة في سائر المجالات أدى إلى الاعتماد على الاقتطاع الضريبي، وذلك لمواجهة أزمة الركود والبطالة التي تهدد النظام الرأسمالي حسب معايير أساسها توزيع الأعباء بناء على القدرة التكليفية لكل ملزم، ولإعادة توزيع الخدمات والمنافع حسب حاجيات المجتمع، دون القضاء على فكرة تقديس الفرد بفضل احترام الملكية الخاصة. وبذلك تم التخلي على مبدأ الحياد الجبائي الذي أصبح لا يوجد سوى في مقبرة الكائنات المنقرضة. فظاهرة التدخل الجبائي أصبح أكثر اتساعا من قبل، وأصبحت الإجراءات الجبائية أي الحوافز والتسهيلات الجبائية والإعفاءات تميز أغلب النظم الجبائية المعاصرة، وتمثل تعبيرا واضحا عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ومما يزيد من أهمية هذه الأداة التدخلية نهج كل الدول الرأسمالية بل وحتى الاشتراكية أسلوب التدخل بواسطة الضرائب لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ثاني قاعدة وهي العدالة أمام الضريبة والعدالة بواسطة الضريبية. فمفهوم العدالة في الفكر المالي التقليدي كان حسابيا، أي أن المواطنين كانوا ملزمين بالتساوي في تحمل نفس الضريبة بسعر واحد يتم تحديده بكيفية نسبية. وتقوى مبدأ العدالة من مبدأ المساواة أمام القانون لكونه يسمح بتوزيع العبء الضريبي بين جميع الأفراد والأموال بكيفية متساوية، إلا أنها لا تأخذ في الاعتبار الوضعية الخاصة والشخصية لكل ملزم، أي دون تفرقة أو تمييز بين القدرة المالية
أي دون تفرقة أو تمييز بين القدرة المالية لكل مواطن، مما يحدث خللا على مستوى الواقع. ونظرا لهذا الخلل الذي يشوب مبدأ العدالة، فقد اضطر الفقهاء إلى إدخال تعديلات على قاعدة العدالة أمام الضريبة، سعيا وراء تحقيق عدالة بفضل استعمال الضريبة. ذلك أن الضريبة يجب أن تكون ملائمة لوضعية الملزم، وأن تعتبر حالته الشخصية والخاصة، مما دفع إلى إدخال أساليب جديدة كأسلوب التصاعد الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الضريبة بارتفاع الدخل، وكذا أسلوب التمييز في الأسعار المطبقة على الاستهلاك بنفس المواد الضرورية والمواد الكمالية. هكذا يتم إحلال العدالة العمودية القائمة على التسيير بناء على القدرة التكليفية للملزم، محل العدالة الأفقية التي تعتمد على الأسعار النسبية حسب تفشي المداخيل دون الأخذ بعين الاعتبار العدالة الشخصية لكل ملزم. ويجب التمييز بين الضريبة العادلة والعدالة بواسطة الضريبة. فالضريبة العادلة تنطوي على فرض الضريبة على كل فرد في المجتمع يكون ذا قدرة مالية. أما العدالة بواسطة الضريبة فتتمثل في تذويب فوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الفئات. وتحقيقا لهذه الأهداف لجأ المشرع الجبائي إلى نهج أسلوب النفقة الجبائية. فيما يخص القاعدة الثالثة في هذا المحور، وهي النفقة الجبائية. فالنفقة الجبائية يقصد بها جميع الإجراءات الاستثنائية التي يتخذها المشرع في المجال الجبائي، سواء إعفاءات تخفيضات أو إسقاطات من الضريبة، ويسعى وراء ذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وحقيقة الأمر أن هذه الإجراءات الاستثنائية هي وسائل تمنح بواسطتها الدولة مساعدة مالية لصالح بعض المكلفين، رغم أنها لا تشكل طرفا في بنية النظام الجبائي، عبر وسيلة تخفيض الضرائب عوض المساعدة المباشرة. ونجد تطبيق مفهوم النفقة الجبائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في ألمانيا والنمسا وكندا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، بحيث أصبحت النفقات الجبائية موضوع متابعة في أغلب الدول المتقدمة، وإن حصر استعمال المفهوم في البداية في إطار الضريبة العامة على الدخل قبل أن يشمل بعض الضرائب الأخرى. فهن عدة التعريف التي أعطيت لمفهوم النفقات الجبائية في بعض التشريعات. فمثلا النمسا تعرف النفقات الجبائية بأنها مجموع خسارة الإيرادات بالنسبة للحكومة الفيدرالية نتيجة الإجراءات التحفيزية والاستثنائية لبعض الأشخاص، إما ذاتيين أو معنويين، في إطار أنشطتهم الخاصة. في حين يعرفها التشريع الهولندي بأنها تشبه النفقات المالية العمومية، وذلك على شكل خسارة أو تخلي عن إيرادات جبائية نتيجة إجراء استثنائي عن قاعدة النظام الجبائي المنصوص عليه بموجب القانون. أما التشريع الفرنسي يعرفها بأنها الإجراءات الاستثنائية التي تم سنها وتحدث خسارة في إرادة الخزينة، وتهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو أهداف أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لنفقات الميزانية. وعموما ينطلق مفهوم النفقة الجبائية من فكرة تعتمد على اعتبار جميع الإجراءات الجبائية الاستثنائية بمثابة مساعدة مالية للدولة لقطاعات معينة أو فئات اجتماعية بكيفية لا تثير الانتباه، كما هو الشأن بالنسبة للمساعدات المالية المباشرة التي يتضمنها القانون المالي، وتناقش بكيفية واضحة من طرف البرلمان، الأمر الذي يمتعها بعنصر الخفاء السياسي. إلى هنا نكون قد أنهينا درس اليوم، إلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومع درس جديد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.